ادي حبايبي الصينيه بتاعتنا، شايفين جمالها عامله ازاي؟ جميله والله وريحتها جميله. تقدري تعمليها لوحدها كده زي ما انا عامله جنب شويه رز كده حبه وحبه. شايفين جمال الرز؟ وطبق سلطه اخضر. وتقدري ان انت تعمليها في عندك عزومه من ضمن الاصناف اللي انت بتعمليها يعني. بطاطس جميله ومستويه معانا، شايفين؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده حبايبي هنعمل البطاطس المحشيه باللحمه المفرومه. نجيب البطاطس اللي هي بالحجم ده، الحجم ده كده، وقورت جزء كده وسايبه الباقي واحدتين هقورهم معاكم. سهله ما فيهاش اي حاجه. ده تقويل البطاطس اللي انا طلعته منها، ما برميهوش. ممكن تعملي بطاطس بيوريه كده، ممكن تحطيه في ارضيه الصينيه. انا هحطه النهارده في ارضيه الصينيه. ومعايا هنا لحمه مفرومه، ومعايا بصل مفروم، والتوابل بقى بتاعتنا بابريكا وكزبره وفلفل وكعب مرق، نص معلقه توابل لحم. نجيب البطاطس كده، حاولي تنقيها الحجم الصغنن ده، ولو كبيره اقسمها نصين عادي. الموار بتاعنا كده هو مقور، وريها كده، شايفين؟ طبعا هتيجي تحطها في الصينيه كده مش هتقف، لازم ان انت تاخدي حته من الارضيه كده تحت كده ثبتت معانا، عشان لما نيجي نحطها في الصينيه تبقى بالشكل ده. نعمل واحده كمان. التقويل دوت لما بيبقى في ارضيه الصينيه بيبقى جميل، بيبقى شارب من الصلصه بقى اللي بنحطها على البطاطس، بيبقى طعمه حلو بصراحه. ما خدتش وقت معانا. هنروح بقى على النار نعصج اللحمه الاول. انا حاطه الطاسه اللي هعصج فيها اللحمه، والطاسه اللي هقلي فيها البطاطس هاخدها نص قليه. فهنا هنزل باللحمه بقى، ننزل باللحمه كده، كده اقلب اللحمه بقى. انزل بقى بالبصل معايا هنا، انا مقطعه تقطيع ناعم فرم ناعم، عايزه تبشره بشريه. نقلب بقى البصل باللحمه. هننزل بالتوابل بتاعتنا مع مكعب المرق. متظبطش ملح بقى لما اللحمه تستوي معانا، عشان بقى مكعب المرق الملح اللي بيبقى فيه كده. ريحه اللحمه بالبصله في منتهى الجمال. حاولي تزودي البصل شويه مش مشكله، كل ما البصل بيزيد كل ما بيسكر اللحمه بصراحه. معايا معلقتين صلصه هنا هحطهم يدوا لون حلو باللحمه. وهدي عليها النار بقى واسيبها واشتغل في البطاطس، احمر البطاطس. شايفين الطماطم ادت لون حلو باللحمه ازاي؟ اهدي عليها بقى واسيبها على ما تستوي واحمر البطاطس كده. الزيت بتاع البطاطس معايا اهو، انزل في البطاطس. كده البطاطس خدت تشميعة خفيفة، وصفيها بقى من الزيت. جاهزة طبعا كده على مناديل المطبخ، احطها عليه بالصفة كده. خلصنا كمية البطاطس اللي معانا،
شايفين جمالها. هركنها بقى واعمل الصلصة. عندي هنا حلة على النار، حاطه فيها معلقه زيت، هنزل ببصلايه مفرومه صغيره، نعمل البصلايه كده لحد ما تدبل معانا. كده البصله دبلت معانا، هنزل بفص الثوم، نديله تشويحه كده على البصله. والله ريحته جميله. اللي انا عايزه بس ريحه الثوم تطلع، مش عايزه الونه. يكون عندي عصير طماطم، انزل بيه بقى كده على البصله. احط على الطماطم بقى معلقه سكر صغيره كده عشان الحموضه، واسيبها بقى تتسبك. وما تتسبك يعني تاخد لها كام غلوه معانا كده، ابهرها بقى بالبهارات بتاعتها وارجع لكم تاني. كده الطماطم غليت معايا كام غلوه كده، انزل عليها بقى بالتوابل. معايا ملح، فلفل اسمر، بابريكا، 7 بهارات. عندي بقى شويه مرقه، انزل بس بحاجه بسيطه كده. الصلصه دي بتبقى جميله، تاخدي منها كده جنب شويه الرز اللي انتي عاملاهم، جنبها تعملي بقى رز بشعريه، تعملي حبه وحبه، تعملي بلسان عصفور. كده صلصتنا جهزت معانا، تغلي غلوه بس واشيلها. وادي اللحمه ما شاء الله بعد ما اتعصجت معانا كده جاهزه على الحشو. ونجهز بقى صينيتنا الجميله النهارده بقى. البطاطس بتاعتنا بعد ما اللحمه بردت بالطريقه دي، وزي ما قلنا التقوير هنحطه في ارضيه الصينيه ان شاء الله. الصينيه دي بتبقى طعمها حلو بصراحه يا جماعه، تبقى حلوه جنب طبق سلطه اخضر كده. وجبه متكامله، بروتين مع النشويات مع طبق السلطه بتاعنا الخضار، بألف هنا وشفا. هكمل بقى بقيه البطاطس وارجع لكم بعدين. البطاطس يا حبايبي حشيناها اهيت، كملتها انا حشو. احط دوت بقى مصفياه اللي هو تقوير البطاطس، احطه في الارضيه وارص البطاطس بقى بالطريقه دي كده. الصلصه اللي جهزناها سوا، انزل بقى على البطاطس بقى كده. البطاطس اللي في الارضيه دي بقى بتبقى شاربه بقى من ده كله، بتبقى جميله وطعمها جميل. ادي صينيه البطاطس بتاعتنا الجميله، هندخلها الفرن بقى. ممكن تغطيها، ممكن تسيبها عادي كده من غير غطا. لو انت مستعجله غطيها ورق فويل وندخلها الفرن في الرف الوسطاني، تاخد تستوي معانا، تكمل سواها واطلع لكم بيها بقى ان شاء الله. ادي حبايبي الصينيه بتاعتنا، شايفين جمالها عامله ازاي؟ جميله والله وريحتها جميله. تقدري تعمليها لوحدها كده زي ما انا عامله جنب شويه رز كده حبه وحبه. شايفين جمال الرز؟ وطبق سلطه اخضر. وتقدري ان انت تعمليها في عندك عزومه من ضمن الاصناف اللي انت بتعمليها يعني. بطاطس جميله ومستويه معانا، شايفين؟
جميلة وحلوة، والرز بتاعنا مفلفل وجميل، رز الحبة وحبة. ممكن تعمل رز بشعرية، ممكن تعمل رز بلسان عصفور. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم. الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.